برشا ناس تتصور لي الجاسوس شخص لابس كوستيم عنده سلاح ويتكلم 5 لغات، أما في الواقع أخطر شخص ينجم يكون موظف عادي، جار، صاحب شركة، شخص يخدم في الاتصالات، أو إنسان عنده مشكلة مالية وحاجته بفلوس. حسب تحقيق لرويترز على الاختراقات الإسرائيلية في لبنان، الأزمة الاقتصادية والصراعات الداخلية خلقت فرصة لتجنيد مخبرين محليين، والأخطر انه بعض الاشخاص ما يكونوش حتى عارفين من البدايه شكون الجهه اللي هي قاعده تحكي معاهم. ينجم شخص يتصل بيك ويقول لك انه صحافي، شركه ابحاث، مستثمر، ولا اي منظمه اجنبيه. في الاول يطلب معلومه تبدا عاديه، تصويره لبنايه، اسم شخص، موعد اجتماع، رقم كهرباء، ولا اي حاجه. وبعد ما تعطي اول معلومه وتاخذ اول مبلغ تبدا الطلبات تكبر. الفلوس هي مدخل معروف، أما مش المدخل الوحيد. ينجم يكون ابتزاز، الانتقام، الخلافات السياسية، الأناء وحب الأهمية، أو إقناع الشخص أنه ما يعمل في حتى شيء خطير. المخبر المحلي عنده حاجة العميل الأجنبي ما عندوش، يعرف اللهجة، يعرف الشوارع، يعرف العائلات، والناس ما تشكش فيه. ولهذا أحيانا نقول أقوى سلاح عند الموساد ما هواش القمر الصناعي، إنما إنسان من نفس الحومة.